السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده عامله معاكم الفراخ بتتبيله جميله جدا او بشكل جديد، ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم، جربوها باذن الله وتعجبكم. طبعا في البدايه بشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي شاركوا عندي جديد واللي مشاركين من زمان، وكل اللي بيكتب لي كلمه حلوه في الكومنتات. ربنا يبارك فيكم ويجعل كل كلمه حلوه يا رب بتقولوها في ميزان حسناتكم. وطبعا كل اللي بيحط اللايك وما بينساش اللايك طبعا بشكرهم كتير كتير. ربنا يبارك فيكم يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. أتمنى بقى طبعًا تسمعوا جزء كويس كده من الفيديو، هو الفيديو أصلًا صغير مش مستاهل يعني، أتمنى تسمعوا لي الفيديو بالكامل عشان الفيديو بقى يترفع معايا، لإن في والله بقى لي الفترة اللي فاتت دي كلها الفيديوهات كلها نازلة خالص، فأتمنى بقى كده نقف جنب بعض كلنا وكلنا يعني نشجع بعض كده، ربنا يوفقنا جميعًا يا رب. معايا هنا أول حاجة التتبيلة بتاعتي، معايا معلقة صغيرة ممسوحة توم باودر وبابريكا وكاري وبهارات فراخ وملح، كل ده معلقة صغيرة، ونُص معلقة صغيرة فلفل أسود. الملح أنا باضبّطه، يعني بعد ما باحط التتبيلة كلّها بادوق الملح واشوف محتاج تاني والّا لأ. معايا هنا معلقة ونُص زبادي وعصرت عليها ليمونة، ليمونة كاملة. الزبادي بيدّي طراوة حلوة جدًا للفراخ، بيدّيها طعم برضه حلو، والليمونة بتخلّي برضه طعم الفراخ حلو، ولو في أي زفارة برضه في الفراخ بتشيل، يعني الليمونة بتخلّي ريحة الزفارة دي مش ظاهرة خالص. طبعًا الفراخ لمّا تكون صابحة مش هيبقى فيها أي زفارة. لو بشر ليمونة كمان، لو معاكِ الليمونة دي وبشرتِ منها شوية كده كمان، برضه بتكون حلوة جدًا. قلّبت كده التتبيلة بتاعتي، وبعد كده هاجيب الفراخ بقى واتبّلها، أنا كده واخداها كده يعني شرايح كده يعني أو خطوط كده بالسكينة، علشان بس التتبيلة تدخل جواها وتستوي معايا كويس. هاتبّلها بقى من يعني في قلب الفتحات اللي أنا فاتحاها دي وتحت الجلد، باتبّلها كويس خالص، أخلّي التتبيلة تدخل جواها. أنا باحب بقى أقلل الملح في الفراخ، الفراخ كل ما تقللي فيها الملح بتكون طبعًا يعني مش هتشرب الملح من جوّه، هتكون طعمها حلو، وأنا لمّا باجي أقدّم بقى الأكل باحط ملح وفلفل لوحدهم كده جنب الأكل بتاعتي، اللي حابب بقى يزوّد ملح شوية بياخد ملح بفلفل كده ويرش عليها بتكون طعمها برضه حلو جدًا. بس أنا ما باحبش يعني أحط ملح كتير في الفراخ، ما يعني عشان الحُدقية بتاعتها ما تبقاش ظاهرة أوي. وكمان لو أنتِ حابة الفراخ بتاعتِك تكون حلوة، الفراخ كل ما تكون صابحة، معلش المعلومة دي لازمًا أقولها عشان أي بنت لسه داخلة مطبخ جديد، لازمًا تكون عارفة كل حاجة بتجيبها. الفراخ لمّا بتكون لسه جايباها صابحة أو ما قعدتش كتير في الفريزر، لو قعدت كتير في الفريزر طعم الفراخ بيغيّر خالص، تيجي تفتحي الفراخ من جوّه ما بتلاقيش لونها فاتح كده وحلو. إنما طبعًا كل ما بتجيبي فراخ صابحة بتكون طعمها حلو جدًا، بتكون ما لهاش ريحة، يعني ما فيش أي ريحة زفارة فيها. فالأفضل يعني إنِّك تجيبي الفراخ صابحة، إنّما طبعًا إحنا لمّا بنفرّز فراخ علشان لو جانا ضيوف مثلًا والّا حاجة إحنا مش عاملين حسابنا أو بالليل ما فيش حد بتاع فراخ ولا حاجة هتشتري منّه أو لحمة، فباكون مفرّزين مثلًا كام كيس، إنّما كل ما باشتري جديد باخرّج القديم وأحُط الجديد. معايا كده في الكلام؟ يعني عشان بس لو أي بنت والّا حاجة لسه برضه حابة تعمل حاجة مثلًا زي كده لسه جديد في المطبخ، تبقى عارفة برضه الفراخ ما تسيبهاش كتير في التلاجة عشان ريحتها ما تغيّرش. يالّا نكمّل بقى وصفتنا ونشوف عملنا إيه. معايا هنا الفراخ بقى قعدتها في التتبيلة يعني أقل حاجة خالص ساعتين 3 كده، أنا سِبتها كده حوالي 3 ساعات، ما قعدتش معايا كتير، ممكن تسيبيها يعني تتبّليها قبلها بيوم، لو عندِك وقت تتبّليها قبلها بيوم. كده سِبتها بعد ما سِبتها حوالي 3 ساعات خرّجتها كده من التتبيلة باحطها في قلب الدقيق. طبعًا التتبيلة اللي أنا حاطاها فيها ما فيش أي حاجة فيها تتحرق، يعني مش هاخاف عليها من النار إنها تتحرق، فالتتبيلة بتاعتها عادي بهارات فراخ ما فيهاش أي مشاكل، فحطيتها في الدقيق وحمّرتها على طول. الدقيق مش هيخلّي الفراخ تلزق منّك حتى لو في طاسة ألمونيا، أنا دلوقتي كده باحمّرها في صينية ألمونيا ما لزقتش معايا، لإن الدقيق مش هيخلّيها تلزق معايا، بس الصينية دي كانت صغيّرة شوية، هانقلهم دلوقتي في صينية تانية كبيرة. معايا هنا الصوص اللي أنا هاحطه بقى على الفراخ من فوق، اللي هيدّيها لون جميل كده، نُص معلقة كبيرة عسل، وممكن تحطّي نُص معلقة صغيّرة لو مش حابة يعني طعم السكرة يظهر خالص فيها. أنا حطيت نُص معلقة كبيرة عسل أبيض، وحطيت حوالي ربع كوباية صويا صوص وربع كوباية كاتشب. الصويا صوص برضه بيخلّيها طعمها حلو جدًا مع الكاتشب، ولونها بيكون لونها جميل جدًا. طبعًا أنا باحط العسل قليل عشان أنا مش باحب طعم الفراخ يكون مسكّر كده، بس أولادي طبعًا اللي بيحبوها كده يعني عايزين أكتّر عسل فيها، فطبعًا زي أولادِك ما بيحبوها، ممكن تقللي عسل وممكن تزوّدي شوية طبعًا بقى ما بتحبيها، بس أنا بالنسبة لي كان هي نُص معلقة كده كانت كويسة خالص. بس اديتها بقى دهنتها كده كلّها، فطبعًا الصينية زي ما قُلت لكم كانت صغيّرة، نقلتها في صينية كبيرة أهي. لو الصينية بتاعتِك هي نفس المقاس بتاعة الفراخ كلّها، يعني هي تاخد الفراخ كلّها، مش هتبهدلي حاجة غير هي صينية واحدة، فلمّا تيجي تعملي اعملي بقى الصينية، هاتي صينية تاخد قد يعني كمية الفراخ اللي عندِك كلّها، علشان ما تبهدليش صواني تاني عندِك.
برضه دهنت الفراخ اللي أنا ما دهنتهاش، شايفين حتى لونها من قبل ما أدخّلها فرن ولا أي حاجة خالص، لونها جميل جدًا. عندِك بقى غطا طبعًا ما كانش عندي غطا على قد الصينية دي، لأن الصينية دي كانت كبيرة، غطيتها كده بورق فويل. المفروض قبل ما أغطّيها بورق فويل كنت حطيت نُص كوباية مَيّة، فأنا افتكرت بعد ما فصلت الكاميرا، فافتكرت حطيت نُص كوباية مَيّة. فأنا باقول لكم برضه عشان تحطّوا نُص كوباية مَيّة لو هتسويها، هتكمّلي التسوية بتاعتها على البوتاجاز، هدّي النار عليها خالص بعد ما تحطّي نُص كوباية مَيّة، دهنت وشّها وحطيت كل الصوص اللي معايا عليها. حطيت نُص كوباية مَيّة، تهدّي النار عليها وتسيبها تستوي براحتها على البوتاجاز. مش عايزاها بقى تاخد لون تاني تحت الشواية، خلاص كده حلو أوي. أنا حبيت بقى إني أكمّل سواها في الفرن، فلأ حطيتها في الفرن وحطيت لها برضه زي ما قُلت لكم نُص كوباية مَيّة. بعد ما تستوي كويس خالص، شِلت بقى الورق الفويل من عليها و وشغّلت الشعار من على الجنب، أو أنتِ هتشغّلي الشواية اللي عندِك. تاخد بس لون كده، أو بتخلّي الوش يقرمش بتاعها كده، يكون لونها حلو كده. ويكون طعمها مقرمش كده وحلو. والملح بقى زي ما قُلت لِك ضبّطي الملح، أنا باحط الملح قليل، أنتِ ضبّطي الملح زي ما أنتِ ما بتحبي. وده شكل الفراخ، تقدميه بقى مع رز أصفر هيكون جميل جدًا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بأي معلومة قُلتها في قلب الفيديو. مع ألف سلامة والسلام عليكم.